هو يعني عشان احنا صايمين مش هينفع ناكل محشي؟ مين قال كده؟ احلى محشي نعمله. هعمل لك محشي اي حد هيدوق، اتحدى لو عرف ان ده محشي صيامي. هنعمل له شويه شوربه كده حلوين قوي قوي قوي، طعمهم خرافه. وكمان هسوي المحشي بتاعي زي ما احنا شايفين في طواجن في الفرن. سوى الطاجن بيبقى حلو جدا جدا، وسوى الفرن كمان بيبقى حلو جدا جدا. يبقى إذا تسوية المحشي في الفرن أحلى كتير من تسوية المحشي على عين البوتاجاز. وفي نفس الوقت أنت لما بتسويه في طواجن، بعمله طواجن صغيرة لكل واحد الطاجن بتاعه. حد عايز سبايسي بتحطي له حبة فلفل أو حبة شطة، حد عايزه اللي هو مش سبايسي بارد يبقى تمام. هنعمل لكل واحد على حسب ذوقه، ونحطه في الفرن ونسويه بيطلع فعلا زبدة. تسوية الفرن أحلى كتير جدا في المحشي من تسوية عين البوتاجاز. طبعا قناتنا للأكل الصيامي لو أول مرة تشوفيها، اعملي اشتراك في القناة، اضغطي على زر اشتراك وفعلي الجرس واختاري الكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد بننزله. وشيري الفيديو عشان تحتفظي بيه عندك. أنا عندي هنا نعمل بقى الشوربة. عندي هنا مية بتغلي على النار، حطيت فيها جزراية، قرن فلفل رومي، طماطماية، بصلاية. هنحط كمان ايه بقى، ورق لورا وحبهان وحبة فلفل حصى. ما حبيتش احطه ناعم عشان ما يغيرليش لون الشوربة. واحدة لومي وواحدة مرقة خضروات. هل دي ثوابت لازم احط كل الكلام ده؟ لا طبعا. ما عندكيش اللومي ما تحطيش، عندك جنزبيل حطي، عندك كرفس حطي. مرقة خضروات مش بتحبي تحطي مرقة خضروات ما تحطيش، براحتك خالص يعني. الموضوع مرن. وحطيت هنا معلقتين من الزيت. احط معلقه ملح، معلقه صغيره ملح، واحط رشه سكر صغيره جدا. اغطي الحله بتاعتي بقى واسيب الكلام ده يغلي كده وياخد يدي مع بعضيه نص ساعه، ساعه الا ربع. يبقى دي البدايه قبل ما ابتدي اعمل اي حاجه خالص في المحشي بتاعي. هغطيها واسيبها بقى ايه، تغلي. في الوقت ده ابتدي الف المحشي بتاعي. انا قبل كده لاني عملت معاكم المحشي اكتر من مره، عملت التسبيكه الكدابه، كانت حلوه قوي قوي قوي، وكل اللي جربها شكرني وقال لي فعلا هي حلوه جدا. وعملت قبل كده المحشي بالطريقه العادي، فما حبيتش ان انا ايه يعني اطول الفيديو واعمل تاني التسبيكه. طبعا كلنا شاطرين وعارفين بنعمل التسبيكه ازاي. بس في تركه حلوه قوي. انت لو عملتي الرز حطيتيه في التسبيكه بتاعته وسبتيه كده 3 4 ساعات، بيتشرب من التسبيكه وبيبقى احلى كتير من انك تعملي وتلفي على طول. يعني ممكن تعمليه بالليل وتبتدي ايه وتلفيه تاني يوم الصبح، بيبقى تحفه، بيبقى حلو قوي. طب مش هيجرى له حاجه الرز؟ لا، طالما انت قلبتيه كده تقليبه دقيقتين على النار مش هيحصل له اي حاجه. وسيبيه كده في التسبيكه بيبقى افضل كتير من انك تعملي وايه وتشيلي. فببتدي بقى ان انا ايه الف المحشي بتاعي. وفي الوقت ده بعد كده بجيب زي ما احنا شايفين، شايفه الصوابع حلوه ازاي ورفيعه. كل ما كان الصباع رفيع كل ما بيبقى الطعم احلى فعلا. بعد كده بجيب الطاجن بتاعي اديله دهنه زيت. ليه؟ عشان لما اجي اقلبه ما يلزقش. وهنا حطيت الشياطة على النار وحطيت الطاجن بتاعي بعد ما رصيت فيه المحشي، حطيته على النار وابتدي اخد الشوربه وايه واحط له الشوربه. هنا الشوربه جت كتيره شويه فانا قصتها. الشوربه لازم تبقى مغطيه اول صف. في الوقت ده انا مسخنه فرن البوتاجاز كويس قوي. بعد ما بيغلي بحطه في فرن البوتاجاز، بياخد حوالي نص ساعه في الفرن. وكلي احلى محشي زبده فعلا. لايك بقى للفيديو وشير لاصدقائك، ولما بتشيريه بتحتفظي بيه عندك. واشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله، ومع السلامه.